ونيجي بقى لمرحلة مهمة وأنا بسميها مرحلة الإعجاب، اللي هي المرحلة الرابعة والخامسة: الملو الحوض وزراعته. المهم ان احنا بنملى الحوض وبجيب كيس اسود وبحطه عشان خاطر ما نعفرش الماء ونبهدلها، كده كده اتعكرت زي ما انت شايف واتبهدلت احلى بهدله. ونيجي بقى لزراعه الحوض. المهم ان انا ناوي ان شاء الله افرغ بريست النوس في الحوض ده، وعندي كهف فيه جوزة هند وعليه انوبياس وشويه جافا فيرن. فحطيت الكهف بتاعهم اللي هو البنسل، عملته بميل كده وحطيت عليه الكهف بتاع جوزة الهند وحته خشب الدريفت وود، عشان هما بيحبوا من وقت للتاني ايه، ياكلوا في الدريفت وود شويه. وابتديت ازرع نبته الكاربت هيلسيلينيوم بارافوليوم، نبته جميله من عيله الاكندورس وبتعمل شكل جمالي قوي. وزي ما انت شايف ان معدات الزراعه اللي معايا هي الجفت، بمسك الزرعه بالجفت من عند الجدر وببتدي اغرزها بزاويه 45 درجه، وابتدي اكمل الموضوع عباره عن مربعات وملء فراغات بالظبط عشان خاطر في الاخر توصل. طب افرض معكش جفت، تعالى بقى اوريك ازاي تعرف تستخدم صباعك، السبابة والوسطى، وامسك بيهم الزرع وانزل بيهم 45 درجة، اغرس يا ريس لحد ما صباعك يوصل لتحت، وابتدي اردم عليهم بقية الجرش. كده انا علمتك طريقتين لزراعة الزرع في الحوض، سواء كان معاك جفت او معاكش جفت. طب بذمتك مش شوية المعلومات اللي انا عمال اقول لك عليهم دول ما يستاهلوش منك شوية لايك على حبة كومنتات جميلة منك وتقول الله ينور؟ وطبعا زي ما انت شايف انا كملت بقية ملو الحوض واستخدمت البيور دروب عشان يخلصنا من الكلور والكلورامين لحظيا، وبشرط ان السمك يكون عايش تمام. وعجبنا الماجيك باكت عشان نأسس الدورة البيولوجية وبمفعول السحر بتاعه.